يعني الفراخ اللي قدّامكم دي عمرها 25 يوم، بس ما كانش بصراحة وزنها ما كانش عاجبني، لمّا جيت بصّيت لهم كده وجيت وزنتهم، وزنهم كان وِحِش أوي، ما كانش عاجبني وما كانوش كمان بياكلوا كويس. فأنا كنت عايزة حاجة بقى تفتح شهيتهم وتزوّد وزنهم بسرعة، لإن أنا بصراحة بقى عايزة أخلص منّهم كده وأدبحهم بسرعة، فعايزة حاجة تجيب معايا وزن سريعًا يعني، تزوّد كده الوزن بتاعهم، وكمان عايزة أفضّي مكان عشان عايزة ألحق أجيب تاني، وعايزة أجيب تاني ساسو عشان رمضان بقى. فكنت عايزة أفضّي المكان، وكمان عندي مكان تاني فاضي هاورّيه لكم برضه دلوقتي، عشان الناس اللي مش متابعاني تبقى عارفة بالضبط أنا باربّي فين وباعمل إيه، والناس اللي هي نِفْسها تربّي خلّيكم كده وتابعوا معايا بس كده الفيديو للنهاية. فالنهارده بقى أنا قُلت أفيد إخواتي وحبايبي وأقول لكم بقى أنا عملت معاهم إيه، ومكمّلة لسه في حاجة يا جماعة بُصّوا ب20 جنيه بس، يعني حاجة بأقل كمان يمكن من 20 جنيه، حاجة مش هتكلّفكم أي حاجة خالص، بس بتفتح الشهية، بتزوّد الوزن بشكل رهيب وبسرعة. وكمان بتخلّيهم يعني يستفيدوا بأقصى حاجة تحسّن الهضم جدًا، وكمان بيستفيدوا بأقصى حاجة هم ياكلوها من العلف بتطلع عليهم وزن. هابقى بقى إن شاء الله كمان أوزنهم لكم قبل ما آجي أذبحهم بإذن الله، علشان تعرفوا يعني إيه الفرق، وإن هي يعني الحاجة اللي هاقولها لكم دي جابت نتيجة والّا لأ. تابعوا بس كده معايا الفيديو للنهاية وما تفوّتوش كده أي دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أغلى أخوات وأحلى متابعين، متابعين سمسمة، يا رب تكونوا بخير وبيوتكم دايمًا مليانة بالخير. طول ما أنتم بتربوا طيور في البيت يا جماعة أنا باشجع كل الناس إنها تربي، التربية سهلة وما فيش فيها أي مشكلة خالص. طول ما أنتم بتربوا بطيور في البيت هتلاقوا دايمًا كده الخير مالي بيوتكم. تعالوا بقى النهارده أفيدكم وأقول لكم أنا باعمل إيه مع الفراخ بتاعتي لمّا بتبقى الفراخ شهيتها كده ضعيفة، غير بقى يا جماعة كل الخلطات اللي إحنا بنعملها، فإحنا في حاجة تانية بنجيبها من عند الصيدلية البيطرية، أو بنجيبها من عند الراجل اللي إحنا بنجيب منه كتاكيت. بُص أنا هادخل على الفيديو كده على طول، مش هاطوّل معاكم أوي، أو مش هاطوّل يعني عليكم الكلام وأعمل زي باقي الناس وأجيب لكم اللي أنا باحطه لهم ده في آخر الفيديو عشان ما تزهقوش، وعشان ما تتضايقوش. وكمان عشان الناس اللي عندها باقة، عشان تعرفوا بس إن أنا إيه، باراعي إخواتي وحبايبي، فأنتم كمان كده تراعوني وإيديكم كده على اللايكات كده الجميلة والشير، وكمان تعملوا اشتراك في القناة. بُصّوا يا جماعة، أنا باجيب من عند الدكتور البيطري كيس اسمه بانش، هو الكيس اسمه كده، بُص الكيس قدّامكم أهو، اسمه إيه، بانش أهو. الكيس ده يا جماعة بُصّوا بيهضم، بيقول لك هضم أفضل، بيفتح الشهية جدًا، بيزوّد الوزن، فيه أملاح معدنية وفيه فيتامينات، ممتاز، ممتاز يا جماعة مجرّباه كتير جدًا، جدًا. لمّا تبقى الفراخ بالاقيها كده إنها مش بتاكل كويس ووزنها معايا يعني قليل لمّا باجي أوزنها كده، مش جايبة كده الميزان اللي أنا عايزاه، باروح حاطة لهم البانش. البانش ده بقى يعني مغذي جدًا، جدًا ليهم وبيزوّد وزنهم بسرعة، ما فيهوش أي حاجة مُضرة عشان تبقوا عارفين، ده يعني كلّها فيتامينات وأملاح وحاجات بتحسّن الهضم، علشان هو يهضم يعني يستفيد كل حاجة بياكلها من العلف تطلع عليه وزن، ماشي، وبتفتح الشهية زي ما إحنا كده الكبار بناخد كده فاتح شهية، هُم كمان بياخدوا البانش ده عشان يفتح الشهية وهتلاقيهم كلوا وجابوا معاكم وزن على طول. البانش ده بقى بنستخدمه قد إيه، بناخد نُص معلقة صغيّرة من الكيس اللي أنتم شفتوه ده، نُص معلقة صغيّرة على لتر المَيّة، وبنحطه قدّامهم لمدة 12 ساعة. الكلام ده بنعمله لمدة 3 أيام متواصل، وبعد كده بناخد بقى بنشيل السقاية ونغسلها ونحط بقى مَيّة عادية، وتاني يوم 12 ساعة برضه نحط إيه، البانش ده. بنستخدمها 3 أيام، 5 أيام ونوقّف، يعني ما ينفعش نقول بقى ناخد أسبوع 10 أيام ورا بعض والكلام ده لأ، ده أنا الدكتور يا جماعة اللي قايل لي الكلام ده. فإحنا بنحط نُص معلقة على لتر المَيّة، 3 أيام، 5 أيام، وبعد كده نشوف، اوزنوا وشوفوا، احتاجتوا تاني بنفصل بس كده بكام يوم، كمان 3 أيام مثلًا نفصل، يعني ما نحطّوش وبعد كده ممكن نرجع نحطّه تاني ونكرّره ما فيش فيه أي مشكلة خالص. ممتاز يا جماعة، ما باقولكوش على حاجة والله إلا لمّا باكون مجرّباها، فحبيت أفيد إخواتي وحبايبي. جرّبوا يا جماعة كيس البانش ده، هو تقريبًا ب20 جنيه وفي ممكن محلات تبيعه ب25، في صيدليات ممكن تبيعه ب15. على حسب بقى ما هو موجود السعر عندكم، بس أنا كنت جايباه ب20 جنيه. يعني بيقعد معايا كذا دورة، يعني البانش ده ممتاز. كمان مثلًا لو أنتم عندكم بقى مثلًا فراخ بلدي، والفراخ مثلًا بتعض بعض أو البط أو كده، بنحط لهم برضه من البانش ده، ممتاز، ممتاز لكل أنواع الطيور، مش هاقول لكم مثلًا الفراخ البيضا بس لأ، ما أنا باحطه للأبيض والساسو، البلدي، البط، لكل حاجة عندكم حاسين إن هي شهيتها ضعيفة، أو إن هي وزنها مش عالي، حطّوا بس من البانش ده زي ما قُلت لكم كده نُص معلقة على لتر المَيّة 3 أيام أو 5 أيام لمدة 12 ساعة، هتجيب معاكم نتيجة هايلة. الناس اللي جرّبِت البانش ده تكتب لنا في التعليقات عشان باقي الناس تكون متطمنة كده وهي بتستخدمه.
خلاص، أنا بقى زي ما قُلت لكم كده بقى في أول الفيديو، أنا طبعًا الناس اللي وقفت معايا لحد هنا ما تنسوش بقى لو أنتم استفدتوا بالمعلومة دي لايك وشير واشتراك في القناة ونوّروني عشان إيه، إحنا كلّنا هنا عيلة واحدة. وكمان الناس اللي لو جرّبت حاجة تانية تكتب لنا في التعليقات عشان كلّنا إيه، نستفاد من بعض. خلّينا بقى نكمّل بقى الناس اللي حابة إنها تكمّل بقى معايا الفيديو وتتعرّف على سمسمة، وسمسمة بتربّي فين وبتعمل إيه، أنا هاقول لكم. بُصّوا يا جماعة، أنا عندي البطارية البلاستيك دي، البطارية البلاستيك دي دورين، اللي أنتم شايفينها قدّامكم دي دلوقتي في الفيديو، أنا الدور اللي تحت ده باحط فيه البَط، والدور اللي فوق ده عندي كان فاضي نضّفتها وطهّرتها، لإن أنا برضه كنت حاطة فيها طيور، نضّفتها وطهّرتها وبقت زي الفل أهي، وهاجيب فيها فراخ أبيض وساسو. خلاص، أنا عندي البطارية دي وعندي العِشّة التانية اللي أنا كنت لسه مصوّراها لكم اللي كان فيها الفراخ البيضا اللي أنا باقول لكم هاذبحها دي والفراخ الساسو. فلمّا أدبح الأبيض، هاسيب في العِشّة الأولانية دي اللي هي الفراخ الساسو، وأنا هاجيب هنا في البطارية البلاستيك دي أبيض وساسو، ولمّا الأبيض يكبر أنا على فكرة باربيهم الاتنين مع بعض عادي دي، طالما يعني هُم كمية صغيرة أنا ما فيش عندي مشكلة باربي الاتنين مع بعض، فأنا هاجيب في البطارية البلاستيك دي الأبيض والساسو مع بعض، لمّا الأبيض يكبر باذبحه، وهاسيب الساسو هاروح بقى ناقلاه أكون بقى إيه الساسو التاني اللي في العِشّة يكون كِبِر أدبحه برضه وانقل بقى الساسو اللي هنا اللي كان في البطارية البلاستيك دي مكانه في العِشّة، ودي برضه أطهّرها وكده واروح بقى جايبة تاني ويكون برضه اللي هيكون برضه البَط إن شاء الله كِبِر واذبحه كده على رمضان، أنتم عارفين بقى إن دلوقتي إيه الطيور يعني رخيصة، والكتاكيت يعني سعرها يعني رخيص دلوقتي، فأنا كنت عايزة أجيب خاصةً الساسو يا دوبك يلحق رمضان، إحنا دلوقتي كده فاضل بالضبط كده شهرين على رمضان، وأنا باذبح الساسو على عُمر 55 يوم كده، يبقى جايب معايا يعني وزن حلو. فقُلت قبل رمضان بعون الله أكون دلوقتي يعني نزلت كده وأجيب الساسو، ويا دوبك يلحق رمضان، والبَط برضه بإذن الله ده هيكون طبعًا كِبِر برضه على رمضان وأذبحه وأطهّر، وأبقى أجيب بقى ساعتها إيه، طيور تاني يعني. فدي الفكرة بقى اللي أنا إيه، كنت عايزة أقول لكم عليها، إن أنتم كمان يا جماعة ممكن تربّوا في أي حتة، هاتوا البطارية دي ممتازة، اعملوا عِشّة صغيّرة زي اللي أنا كنت عاملاها كده، منزّلة لكم فيديو بالعِشّة، ادخلوا برضه اتفرّجوا عليها، يعني المهم يا جماعة أنا باشجّع كل الناس، ربّوا يا جماعة طيور في البيت، الطيور والله كلّها كده دايمًا كده تلاقي عندكم بركة، خاصةً كده قبل رمضان، أنتم عارفين أسعار الطيور والحاجات دي بتغلى في رمضان، فهاتوا يالّا واتشجّعوا وهاتوا كده وربّوا كده في رمضان. هابقى بقى أوزن لكم الفراخ دي قبل ما أدبحها علشان نشوف برضه البانش بعد ال3 أيام اللي أنا استخدمتهم جاب وزن والّا ما جابش وزن، قبل ما أدبحهم إن شاء الله هاوزنهم لكم، وإن شاء الله أشوفكم على خير، لو في أي سؤال يا جماعة أو أي حد عنده أي خبرة كده في أي حاجة ابعتوا لنا برضه نتبادل كده الخبرات في التعليقات، ولو في أي سؤال ابعتوا لي أرُد عليكم إن شاء الله على طول، أشوفكم على خير إن شاء الله، يا رب دايمًا كده تكونوا بخير ودمتم بخير وبيوتكم دايمًا مليانة بالخير. ما تنسونيش بقى لو أنتم استفدتوا ولو بمعلومة كده بسيطة، دعوة كده لأختكم في الله، ما تنسوش كمان لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس للكل عشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة، وما تنسوش يا جماعة الشير علشان الشير ده بيفيد الغير، لو أي حد عنده كده الفراخ ضعيفة أو شهيتها مش بتاكل، فنفيد بعضنا، وأشوفكم على خير إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.